السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. النهاردة هنتكلم عن الجهاد في سبيل الله. الجهاد طبعا أول ما بنسمع كلمة جهاد بيتفتق إلى ذهننا على طول ودماغنا كده تفتح وتروح للقتال، مع إن في أنواع كتيرة من الجهاد بتسبق الجهاد القتالي. يعني في جهاد النفس والهوى مثلا. أيام الصحابة لما كان في أحد الصحابة يرجع من الغزوة كان يقول عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. يعني هنا شبه جهاد النفس في الحياة ومواجهة الحياة والدنيا ومشاكلها وأمورها كلها بأن هي جهاد الأكبر، أكبر من جهاد الحرب. في كمان جهاد الشيطان، في جهاد في بقى قلنا جهاد النفس والهوى، وفي الجهاد الدعوي. قال عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا. في رقم 3 الجهاد البنائي. قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ده الجهاد القتالي. ولما سئل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ايه أعظم درجات الإيمان بالله، قال له بعد الإيمان بالله الجهاد. طيب احنا دلوقتي عرفنا أنواع الجهاد. طب أفضلها ايه؟ ايه أفضل أنواع الجهاد؟ طبعا كلهم مطلوبين، وفي كل عصر وأوان الثلاثة أو الأربعة مطلوبين. طب احنا في التوقيت الحالي ده في ناس بتطالب بالجهاد مثلا ضد إسرائيل. هل ينفع في ظل الظروف اللي فيها البلاد اللي احنا فيها البلاد الإسلامية ينفع الجهاد في سبيل الله ضد الإسرائيليين أو ضد الأمريكان أو ضد أي غازي أو ضد أي عدو غربي؟ يجوز طبعا. انا اولا مش عايزه اتكلم في الدين لان قلت لكم انا مش متخصصه. يعني انا مش هقول الشيء ونقيضه. مش في الفيديو اللي فات اقول لا لازم كل انسان يتحدث فيما يختص، اقول الكلام ونقيضه. لكن دي امور حياتيه، انا هقول حسب علمي وبرد على شخص معين طلب مني اتكلم في موضوع الجهاد، مع ان الراجل ده مختلف معايا ايديولوجيا. هو مؤيد للسيسي ونظامه وانا ضد السيسي ونظامه. لكن في نقطة بنتفق فيها ونقطة بنلتقي فيها كشعوب عربية وكشعب مصر، حتة ان احنا كمسلمين او عرب وان احنا بنحب بلدنا وقلنا محدش يشكك في التاني ووطنية التاني، بنلتقي في النقطة دي. بس هو الراجل يعني بيقول اتكلمي في موضوع الجهاد لو كان ابوك راجل. انا اولا برد عليه اقول له انا ابويا ارجل منه مفيش، ابويا بمليون راجل مش راجل بس، وانا عندي من الشجاعه ان اتكلم. بس انا مشكلتي ان انا مش عايزه اتكلم في حاجه ان انا ده مش اختصاصي عشان ما اخطأش، وان انا اتسأل عن ارواح ممكن تزهق في حاجه زي كده. لكن هو الجهاد مذكور في ديننا، مذكور يحث عليه. بس مين اللي يكون مسؤول عنه؟ ولي الامر اللي المفروض ان احنا مختلفين معاه، بس الظروف حطتنا في طريقه. عشان ما انا اعتبر من اوائل الناس مجرد الثوره بس قلت ما ينفعش الثوره يا جماعه عشان الثورات هدامه لو مش منظمه. والجهاد برضو الجهاد مش هروح افتح صدري برضو واروح اعمل نفسي ان انا زعيم السيما وفي الاخر اروح اتضرب وارجع بهزيمه مكسور النفس ضحايا شباب ونساء واطفال وتدمير بلد. لازم يكون الموضوع منظم من القائد. طب اذا جينا للقائد بتاعنا، اصلا الراجل اساسا يعني عمل تعديل في الخطاب الديني، والراجل مع العلمانيه مش مع حته تطبيق الشريعه الاسلاميه، وحارب بكل الوسائل كل ما هو اسلامي. الوقت على الساحه مين؟ انت بتقول لي الشيخ محمد حسان من 13 سنه قدام محمد مرسي. سمعت على فكره واضطريتني انا مع اني ما بحبوش وما بحبش اسمع له، وسمعت وشفت لقاء عشان برضو اكون منصفه ليه مش اكتر. وفعلا لقيته فعلا بيقول دي في معرفش هيئه علماء ايه واجتمع 500 مش عارفه كم من العلماء وكلهم اقروا الجهاد في سبيل الله. ومن عجائب القدر بسمع له فيديو تاني بقى من 3 سنين بيقول لا جهاد ايه ده، احنا جهاد لا، جاهد نفسك، جاهد في اسرتك، جاهد شيطانك، جاهد معرفش ايه، لكن الجهاد الحربي ده لا بلاش منه. نفس الشيخ دي من مشايخ السلطان. مين اللي على الساحه دلوقتي غير خالد الجندي ومش عارفه مين كريمه والشيخ ما بعيبش والله اللي هو الألدغ اللي هو كان ماسك وزير الاوقاف. ومن عجائب القدر اللي كان بيمنع تعيين وفي وظيفه الاوقاف كامام مسجد ان حد يكون عنده حته اللدغه دي في لسانه، مع انه هو وزير الاوقاف السلطان. ماشي.
عايز تقول لي مين؟ تقول لي الشيخ محمد الصغير، الشيخ سلامة عبد الجواد؟ الناس طفشتوها بره. الناس اللي عندها ايمان، اصل الجهاد ده مش اي حد هيروح يرمي نفسه للتهلكه، اصل الجهاد ده قاتل يا مقتول. فمش مش اي حد هيجيبوا لي كده، مش عيال صايعه بتلف في الشوارع بتشرب مخدرات ماشي، وعندها اهم حاجه تشم لها، تشد لها كده سطرين بودره، ولا تاخد لها شويه ايس وتقول لها تعالي جهدي في سبيل الله، وتقول لك اه امين. لا، دي ناس ليها، ناس ربنا وضع في قلوبها ايمان. فحضرتك بتطالبني انا اهو، انا بدعو يا جماعه للجهاد، انا اول الداعيين للجهاد، وانا اول واحده اكون معاكم. بس فين القائد بتاعي؟ فين القائد بتاعي؟ فين اشيل ذنب انا كم الف يطلعوا يموتوا نفسهم؟ والمين؟ انتوا ما استخدمتوا الاخوان في ثوره 25 يناير، ومجرد ما وصلتوا خلاص للثوره وتشال حسني مبارك، طلعتوا فيهم الجثث الفطسانه وطلعتوهم ناس ارهابيين وناس مجرمين وناس مستفيدين. يعني الناس تروح تموت نفسها دلوقتي، وفي الاخر تطلعوا انتوا تستلموا زمام الامور. لما يبقى في حاكم عادل وحاكم بيطبق شريعه ربنا سبحانه وتعالى في بلدي، ساعتها اروح اجاهد. مش هجاهد عشان خاطر الناس من الناحيه التانيه تطلعني ارهابيه انا عارفه ان الشخص اللي طلب مني الامر، انا عارفه انه عايز يوجعني في الخطا، وعايز يقول عشان بصوا ارهابيين اهم، بيقول لي لا مالكيش دعوه بمصر حدودها مقفوله. لا، قلت له خلي رئيسك يفتح لنا الحدود، قال لا عندك حدود سوريا ولبنان مفتوحه. وانت سيادتك ايه بقى، ابن البطه السوداء ولا ابن البطه البيضاء؟ يعني انتوا حتى يعني ربنا يعني عمى قلوبكم. يعني يا سيدي اختلف معايا سياسيا، لكن هل انت بتنكر الجهاد ولا بتنكر ايه بقى؟ انت بتنكر ايه؟ اولا انا ست مصريه مسلمه عاديه جدا جدا جدا، من طبقه مش متوسطه، تحت المتوسطه. هي حق اقول رايي، بؤمن بربنا سبحانه وتعالى، بؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام، بالدين الاسلامي. كل ما هو اسلامي وكل ما هو شيء مع الفطره ومع الانسانيه قلبي بيميل ليه. بنصف اللي ليه حق، وقف ضد الظالم، ده شيء ما يعبنيش. لكن انت بقى سيادتك وحضرتك بقى بتطالب انت مع مين بالظبط؟ طب انت عارفه موقفك السياسي مع رئيس الجمهوريه. من الناحيه الدينيه بقى بتكذب ايه بقى؟ الجهاد ومش الجهاد بقى، وسوريا مالها والجهاد؟ هو مين اللي حشو؟ على اساس ان يعني بشار كان يعني المهدي المنتظر والاسلاميين حشوه ظلموه ازاي؟ هو الجهاد ايه؟ هو عباره عن ايه جهاد اصلا؟ لما الدولة الإسلامية أو المسلمين ينزل في أرضهم محتل ظالم، لابد ده فرض على المسلمين كلهم، فرض على المسلمين كلهم. ودي كمان خرافات، ودي خرافات دي كمان، وتشدد ديني. ده مش تشدد دين. ولما ينزل في بلد دولتي أو الدولة المجاورة ليا أو الدولة العربية اللي زيي أو الدولة الإسلامية اللي زيي، يعتبروا دول من اللي نقيم عليهم الحرب، مع تطبيق القواعد اللي كانت بتطبقها النبي عليه الصلاه والسلام في الحرب. النساء، الناس الكبيره، الناس ما شاركتش في الحرب، مع انهم هم نزلوا ورضيوا وعارفين ان وجود اسرائيل ده مدمر لفلسطين وللمسلمين ومقصود، وجايين بهويه معينه وتفكير معين واراء ويعني من مصر نفسها طلع كان في ناس يهود طلعوا من عندنا راحوا هناك، مع ان في ناس يهود لغايه دلوقتي اسمع ان في اسر مقيمه وفي عادي في امن وفي امان، ما فيش اي مشاكل ولا اي شيء بيضرهم. بس في ناس تانية اختارت انها تروح هناك وفي دماغها هدف معين وتفكير معين وتأسيس دولة إسرائيل والإضرار بالعرب وبالمسلمين. دول يقام عليهم الحرب عادي، بس احنا إسلامنا عادل. لكن ما تجيش تقول لي أجاهد. أنا بقول لك أنا أول مجاهدين، بس أنا عارفة إن في هيطلع ناس دلوقتي حالا يقول لي أنتوا كفار وأنتوا شوفوا هم الإخوان طلعوا يتكلموا. فالله يرضى عليكم، بلاش نزايد على بعضينا، وبلاش نبين إن احنا يعني كده أقوياء. أنت عارف موقفك السياسي قوي بايه اللي بيحصل في البلد، ومفيش حد اهبل في مصر وكل الناس عارفه الحجايج واللي بيحصل في مصر ايه ماشي. فبلاش نزاد على بعضينا، ومعروف مين وطني ومين عميل ومين خاين ومين عميل. فقلنا نحترم بعضينا ونحترم اراء بعضينا، والجهاد ده ليه ناسه، الجهاد ليه ناسه. احنا لسه ما ارتقيناش نفسيا ودينيا، احنا لسه بنجاهد نفسنا، احنا بقى اقل مراتب الجهاد بنجاهد نفسنا. ما تطلعش تقول اصل شوف زمان كانوا ايام محمد مرسي بيقولوا في جهاد ودلوقتي ما فيش كلب اتكلم. الكلاب اللي ما اتكلمتش لان الكلاب في السجون، الابطال في السجون، والابطال طفشتوها بره.
وبتطالبوا الانتربول في كل واحد ورا كل واحد عشان يقبضوا عليهم. اللي قاعدين دول اللي ما بيتكلموش كان محمد حسان ولا حسين يعقوب ولا الشيخ مصطفى عدوي وغيره وغيره وغيره، وحدث ولا حرج، كل دول مشايخ سلطان. هتكلموا في جهاد ايه؟ ما الجهاد لازم له تنظيم. هي اي حرب في الدنيا، الجهاد ده حرب، انا طلع اقتل يا قاتل يا مقتول، بدافع عن دين الله وبدافع عن غزو حصل ضد مسلم، انصف مسلم، انصف اخ ليا في الانسانيه ومسلم. لازم له تنظيم، مش اي حد يطلع يقول هنجاهد يلا يشد رحاله ونطلع نجاهد. انتوا بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ الله يهديكم، الله يهديكم بجد والله، الله يهديكم.